احنا مبدئيا ننزل بس البيزمنت تحت عشان ما نعطلكمش. طبيعي بقى ان اي مكان ضعيف في الفيلا هتسمع فيه الايه؟ الشروخ. العزل ده مهم جدا على فكره. اللي موجود هنا ده بسبب الشوكه بتاع الكانتليفر شربانه ميه ما كافيه. كافيه لتحت. كافيه كده. ودي تمام. وشوف بتفتح ولا لا؟ بس حاول انك انت تزنبر مكانها كده عشان ما الشرخ ما يزحلقش حته الجبس. عموديه بقى على الايه؟ على الشرخ كده. وتسيبها بقى ممكن لغايه مثلا بعد العيد الكبير مثلا. اللي ما كانش تشبع منها باين، والاملاح موجوده في الارض وهنا وهنا، فالواضح ان ضربت ميه جامده هنا في المكان، وهي اللي بدات عملت شايف ده كان ارتفاع الميه لغايه هنا. بص يا هندسه، ارتفاع الميه هنا عدى السميل اللي عندك ده. ايوه، ما دي ميه عدى السميل يعني ركب السميل. ميه غرقانه كده. فطبعا ده من الطبيعي ان لازم يعمل كده طبعا في التربه، والميه جوه اهي طبعا زي ما انت شايف حضرتك. المكان ده شبع ميه، المكان ده ركن فيه كميه ميه رهيبه، وده عشان الاوطه وركنت الميه فاتجاه بتاع الهبوط اهو.